السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم ان غاتو امريكان، سي دي براوني تشيز كيك. دونك راح يكون طبقه من التحت من البراوني ومن الفوق لو تشيز كيك امريكان اللي يطيب في الفور. دونك بالنسبه للطبقه الاولى تاع لي براوني، هنا حكمت شوكولا نوار. هنا لو براوني يتخدم بلو فري شوكولا. دونك ديت لو شوكولا نوار، ضفت له كميه تاع لا مارغرين وحطيتهم مباشره في لا كاسرول، دونك بدون استعمال حمام مائي، وحطيتهم على نار تكون قليله جدا، وراح نخليهم يذوبوا يولوا خليط متجانس. دونك ضروري في هذه المرحله ما تحبسوش التحريك. انا هنا راني مسرعه الصوره. دونك نتوما تقعدوا تقلبوا في لو شوكولا مع لا مارغرين حتى لو شوكولا يذوب بيان. دونك لا مارغرين راح يذوب بسهوله، ولكن لو شوكولا راح يطول شويه. دونك نتوما تقعدوا تحركوا بيان حتى يولي خليط متجانس وما يقعدوا لكمش حبيبات تاع الشوكولا. بالنسبه لمقادير الوصفه راح نخليهم لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. وهنا بعد ما يذوب لكم بيان لو شوكولا راح نحطوه كوتي لو طون نكملوا بقيه الوصفه. دونك راح ناخذو، انا هنا ديت 4 حبات بيض صغار، واذا كان البيض تاعكم كبير خذوا 3 حبات. ضفت لهم السكر وراح نضربهم بلو باتور. هنا بلو باتور راح تحسبوا دقيقه ونصف، يعني اذا كان الباتور تاعكم ذو سرعه عاليه راح تحسبوا دقيقه ونص. اذا كان السرعه تاعو ماشي عاليه بزاف تحسبوا له واحد 2 دقائق وتحبسوا باش تضيفوا بقيه المقادير. هنا راح تلاحظوا باللي الخليط ولا لكم فاتح نوعا ما. راح نضيفوا لا بريباراسيون هذيك تاع لو شوكولا اي لا مارغرين وراح نخلطوها بلا ماريز. دونك بهذه الطريقه خلطوها بيان حتى الخليط الثاني يعاود يولي متجانس باش نضيفوا المكونات الجافه. دونك راح نضيف لا فارين، لو كاكاو بيان سور، ضروري هنايا لا فارين و لو كاكاو تغربلوهم. وراح تكملوا تدخلوهم في الخليط توجور بلا ماريز. هنا ما تستعملوش المضرب الكهربائي او اليدوي، دونك جوست لا ماريز. وهنا ضفت قرصه كبيره تاع الملح وزدت خلطت مليح الخليط تاعي. ومن بعد راح نفرغوه في ان بلاطو. كنت حطيت له لو بابي كويسون دونك بهذه الطريقه، وراح نخليه على جنب بعد ما نسوي له بيان السطح ديالو لو طون نخدمو الطبقه الثانيه تاع التشيز كيك. بالنسبه للطبقه الثانيه دونك هنايا شوفوا طريقه بزاف سهله. تحكموا البيض. هنايا كون كان عندي البيض الصغير درت 2 حبات بيض. دونك توجور الا عندكم البيض كبير ديروا حبه بيض. ضفت له السكر. راح هنايا نخلطه فقط، لاحظوا بيان راح نخلط فقط، يعني ماشي حتى الخليط يضاعف الحجم ولا يولي ابيض. نو، تخلطوا جوست شويه فقط. تزيدوا لو فرomage فري اللي هو جينيرالمون نقولوا له بتي سويس. كيف نزيدو نضربو حتى يختفي لو فرomage فري. نزيدو الكريمه الطازجه كيف نضربوها. نزيدو لو جو سيترون، دونك عندي عصير نصف حبه تاع قارص، ونزيدو كميه الفارينه و لا فاني. دونك توجور نخلطوهم بيان هنا جوست باش يندمج فقط الخليط، ونفرغوه مباشره فوق الطبقه الاولى. هنا راح تلاحظوا باللي الطبقه الاولى تكون حكمت روحها شويه، كون فيها لا مارغرين دايبه اي لو شوكولا. دونك راح تجيكم سهله العمليه هنا باش تستفوا الخليط من الفوق. ومن بعد تاخذوا ان بيكا بروشات ولا ان كوردون، طلعوا هذاك الخليط اللي من تحت تجبدوه للفوق باش تتحصلوا على لو ماربغي يعني كي يطيب.
كم تقدروا تخلوه يعني طبقة بيضاء من الفوق. دونك راح تطيبوها 160 دوغري حتى تدخلوا الموس ويخرج لكم ناشف، راح تعرفوا باللي طاب. ننصحكم تخلوه يبرد تماما باش تقطعوه، سينو هذاك لو تيسكيك راح يلصق لكم كامل في الموس. دونك راح تتحصلوا على هاد لو براوني يجي بزاف بنين. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. الى اللقاء في وصفات واحده اخرين ان شاء الله.